ما خصوش يمر مرور الكرام خطاب العرش موضوع العلاقة مع الجزائر بلا ما نتكلموا عليه بشوية ديال التدقيق. أولا، نص الخطاب جاء بما يلي: وبصفتي ملك المغرب فإن موقفي واضح وثابت، وأنا الشعب الجزائري شعب شقيق تجمعه بالشعب المغربي علاقات إنسانية وتاريخية عريقة، وتربطهما أواصر اللغة والدين والجغرافيا والمصير المشترك. لذلك حرصت دوما على مد اليد لأشقائنا في الجزائر، وعبرت على استعداد المغرب لحوار صريح ومسؤول، حوار أخوي وصادق حول مختلف القضايا العالقة بين البلدين. وإن التزامنا الراسخ بيد ممدودة لأشقائنا في الجزائر نابع من إيماننا بوحدة شعوبنا وقدرتنا سويا على تجاوز هذا الوضع المؤسف. كما نؤكد تمسكنا بالاتحاد المغاربي، واثقين بأنه لن يكون بدون انخراط المغرب والجزائر مع باقي الدول الشقيقة. انتهى الاقتباس من الخطاب. كل كلمة موضوعة بعناية وقصد، وذات معنى ورسالة واضحة، وأخرى تقرأ بين السطور. الملك يوضح بدون مزايدة حقيقة العلاقات التاريخية والإنسانية من حيث اللغة، تقارب اللهجة المميزة لشمال إفريقيا سواء الدارجة العربية والأمازيغية. ومن الدين، ديننا الإسلام، وما يحمل الإسلام من رسالة للتآخي والتواضع ونصرة المؤمن لأخيه المؤمن. ومن حيث الجغرافيا، وهذه عميقة في المعاني: التموقع الاستراتيجي لكل من المغرب والجزائر، شمال إفريقيا، بوابة أوروبا، معبر متوسطي، واجهة بحرية ممتدة، مساحات شاسعة، وثروات طبيعية غنية. ومن حيث المصير المشترك، فما يمسنا يمسهم، وما يمسهم يمسنا. نواجه تحالف أوروبي وتمدد غربي وتأثير شرقي للأحداث، ونفس الرهانات وتطلعات الشعبين، ومستقبل يتطلب اتحادا وتعاونا به مصلحة الطرفين. وفي الفقرة الثانية والثالثة من الاقتباس: لا يمل الملك من تكرار مد يده للتعاون والتحاور وبحث سبل الحلول الممكنة لفك الأزمة الحاصلة. أما في الفقرة الرابعة من الاقتباس، فيؤكد الملك أنه لا مستقبل ولا اتحاد إلا بمشاركة الجزائر والمغرب، أي أن المغرب لن يتخلى عن الجزائر ويلتف حولها ويعقد اتحادات وتواطؤات في المغرب العربي بدونها. وهذا يدل على أن المغرب يعتبر الجزائر ووحدة المغرب العربي بأعضائه الخمسة جزء لا يتجزأ، وكلمة المصير المشترك ذات دلالة عميقة يجب أن يلتقطها الطرف الجزائري بحسن نية إذا هو فعلا يريد نهضة اقتصادية واجتماعية للشعبين معا، وإلا سنبقى دائما متخلفين وراء الأمم الأخرى، ودائما سالكين طريق النمو دون البلوغ للأهداف الكبرى. ختاما، وبحسب نص الخطاب، فالمغرب يشق طريقه رغم كل الصعوبات والتحديات الداخلية والخارجية، ويبين حرص الملك على تتبع المشاكل والصعوبات وتوجيه الحكومة لوضع برامج تنموية ووضع الحلول المناسبة. فخطاب العرش كان دائما عبارة عن سياسة عامة تخرج منها توجهات كبرى وخطط عمل ذات أهمية قصوى، في نفس الوقت لا تغفل عن أقل الهموم التي يعاني منها المواطن وتصل إلى مسامع الملك ومرعا منها. لذلك يجب علينا تحسين لغة التواصل مع الأشقاء قدوة بخطاب جلالة الملك. نحن كشعب إلكتروني بالخصوص، ونتوقف عن تشجيع كل من يستغل الأزمة ليزيد من الفتنة، ونمد أيدينا نحن أيضا بالخير والكلام الطيب، ولا نرد على أي محتوى وخطاب سلبي يشيع في مواقع التواصل عبر الإنترنت. وكفى الله المؤمنين القتال، والسلام.